السلام عليكم حبايب قلبي. راح ارشح لكم المبارهنات لسنة 2025 الدور الاول، لان المبارهنات اكثر شي متوقعات، يعني من اهل الاختصاص ومن جميع الناس اللي رشحتهم، واني عن نفسي اتوقعها نيجن دور اول. بالدرجة الاولى تدرون ياها بالدرجة الاولى مبارهنة 9. ديروا بالكم منها، هاي خطرة ترى يا شباب. تخيل باكر تجي الامتحان تلقاها قدامك، وسهلة حيل هي والله. مسوي لكم بيها طريقة شرح وتقدرون تشوفونها تضبطها، لا عندك اساسيات ولا بالطيخ. زين. وبالدرجة الثانية اللي هي مبارهنة 7، هاي المبارهنة 7 هم مهمة، دير بالك منها. متوقعة تجي 2025 دور اول، خطرة هاي المبارهنة. زين. بعد نضيف لنا وحدة ثالثة عليهن، نضيف شرح نتيجة مبارهنة 7، هاي هم مهمة. هسه بالدرجة الأولى مبارهنة 9، دير بالك منها، خطرة يعني بشكل متوقعة تجي. واللي بعدها مبارهنة 7، هاي هم خطرة. وبعدها نتيجة مبارهنة 7، ديروا بالكم منهن، لأني مهمات أهم شي. بس ما أقول لك لا تقرأ مبارهنة 8 ونتيجة مباراة 9، اقراهن شلالي. احفظ، انت لا تحفظ بس الرموز مالتهن عليها 8 درجات، احفظهن شلالي خلني نقول. بس لانه مستحيل ما يجي واحد منهن، يجوز الوزارة تدق بيك دقة ناقصة، يعني واحد ياخذ حذره منهن. هسه يقول لي شلون اقراهن بذن اليومين ونص؟ تقرا بهذا اليوم اللي ضال عندك، تقرا مبارهنة 9 العفو، والثاني يوم اقرا مبارهنة 7، واللي وراها قبل الامتحان يوم اقرأ نتيجة مبارهنة 7. وقبل لا تروح للامتحان حاول ترجع عليهن كلهن، تراجع لي قبل ساعة بالامتحان، تقعد من الصبح تراجعهن كلهن ورقة وقلم، وتروح قبل اول ما تجي للأسئلة تروح تجاوبهن. وهذا نشارحهن لكم، لا عندك اساسيات ولا كل شي قاري، قبل تفتح المحاضرة هاي قدامك ربع ساعة 10 دقائق تضبطها نفس اسمك.